إلى فنان الكرة المغربية حكيم زياش. نعلم أن الكثيرين يقولون أن زياش انتهى، لم يعد يقدم شيئا، لكن انتبهوا جيدا، وريد الركراكي ما زال يؤمن بقدراته. قالها في تصريحه الأخير: سافرت إلى قطر خصيصا لرؤية حكيم زياش. زياش لاعب كبير وقدم الكثير للمغرب، وإذا استعاد مستواه فسيكون عنصرا مهما جدا. يعني أن الباب لم يغلق، بل ما زال مفتوحا. زياش اليوم يشارك بانتظام مع فريقه ويتحسن من مباراة لأخرى. أليس من حقه أن يحصل على فرصة جديدة، خصوصا وأنه قدم أرقاما مميزة مع المنتخب: 64 مباراة دولية و25 هدفا و12 تمريرة حاسمة. ليس من السهل تعويض لاعب بهذه الأرقام، والمنتخب بحاجة لمزيج من الخبرة والشباب. مع وجود دياز بوعدي الزلزولي نحتاج إلى لاعب يوجههم، يدعمهم بمنحهم الثقة. والآن جاء دوركم عزيزي المشاهد، ما رأيك أنت؟ هل تتوقع أن يختار أيوب بوعدي المغرب؟ وهل تعتقد أن زياش يستحق فرصة جديدة مع المنتخب؟ شاركنا رأيك في التعليقات، لأن النقاش معكم وما يجعل هذه القناة مميزة. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.